مين بيحب بقى الفاصوليا الخضراء والرز بالشعرية والفراخ المحمرة؟ اكل امهاتنا. يلا بينا نبدأ. في مية على النار حطيت بصلاية، ورق لورا، وملح وفلفل، وسلقت الفراخ. هنغطيها وهنسيبها على نار هادية تستوي براحتها خالص. وبعد كده في حلة هنحط سمنة وهننزل بالبصل. هنشوح البصل لحد ما ياخد لون كده حلو، ما يتحرقش، ياخد لون كده بسيط بس. بجد جربوا الاكل ده، تحفة ومغذي وجميل. هنا البصلة اتحمرت، حطيت عصير طماطم وحطيت ملح وفلفل، وهنسيبها تتسبك شوية. اتسبكت اهي معايا. هحط عليها كبشتين من الشوربة بتاعت الفراخ وهقلب، هسيبها تتسبك تاني شوية. وبعد كده نزلت بالفاصوليا الخضراء، بصوا شكلها جميل ازاي. وهسيبها بقى على نار هادية كده واقلبها كده من الوقت للتاني. بصوا شكلها جميل ازاي. وهسيبها على نار هادية خالص تستوي. هنا بقى بعمل الرز. حطيت مكعب زبدة، معلقتين زيت، والشعرية بتاعتي. هنقلب كويس. الشعرية دايما لازم تقلبيها علشان ما تتحرقش. بعد ما تحمر وتاخد اللون الحلو ده هننزل عليها بالرز. الكمية بقى اللي انت عايزاها. انا هنا حاطه نص كوباية شعرية على كوبايتين رز. هنقلب ونحط الملح وهنضيف المية. هتظبطي طبعا المية وهنسيب الرز يستوي. بصوا بقى جميل ومفلفل ازاي، وطعمه وريحته تحفة. اهم حاجة انك توطي النار على الاكل. وهنا حمرت الفراخ في الزيت. وبقى اعملي احلى غدوة لولادك وبألف هنا وشفا.